بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج التواصلي التوعوي يسألونك. وباسمكم أرحب بضيف الكريم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الفقيه العوني بن محمد الزاوية، وهو عضو بالمجلس العلمي المحلي بعمالة الصخيرة تبارك. أستاذنا الكريم مرحبا وأهلا وسهلا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ومرة أخرى نلتقي حول مائدة فقه العبادات، يعني في هذا المحور المتعلق بفقه العبادات، ومجموعة من الأسئلة. هذا أولها من السيد هشام من إقليم الحوز، يقول: من صلى صلاة العصر والمغرب والعشاء ولما انتهى من صلاة العشاء تذكر أن ملابسه فيها شيء من النجاسة، ماذا عساه أن يفعل؟ تفضلوا أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكرا لهذا السائل على سؤاله الوجيه الذي جاء ضمنه: من صلى العصر والمغرب والعشاء. نعم. وبعد أن أنهى صلاة العشاء تذكر أن في ثوبه نجاسة، ماذا عساه أن يفعل؟ نعم. العصر لا يعيدها لأن وقتها قد خرج، والمغرب كذلك، ولكن يعيد العشاء لأن وقتها حاضر استحبابا. هذا هو النجاسة. من صلى ناسيا العامد كلام خر تبطل، المتعمد يعني إذا شافها الإنسان في اللباس ديالو وصلى بها صلاته باطلة. قادر على الإزالة وذاكر وتعمد، هذا تبطل صلاته. ولكن هذا السؤال مثلا كنت الغدا عاد ألقى ملي طلعت الشمس ألقى في ثوبه نجاسة، هذا لا يعيد شيئا لأن الكل قد خرج وقته. يعني واخا يصلي مثلا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما تفطن لأن الثوب ديالو فيه نجاسة حتى الغد ليه، يعني الصلاة ديالو صحيحة ولا يعيدها. وقته هو يعيد استحبابا، راه يعود صلاة استحباب بمعنى أنها صحيحة. الصلاة صحيحة لأن إزالة النجاسة شرط ماشي فرض، دوام واستمرار تسقط مع العجز والنسيان. هذا هو. إذا إن شاء الله الصلاة ديالو صحيحة. نعم. وإذا كان العشاء مثلا، إذا كان باقي الوقت ديالها يعاود استحبابا. نعم. خرج الوقت ديالها لأنه ما عرفناش من اللي قال العصر والمغرب والعشاء واش هما أداء ولا قضاء. يعني صلى العصر في وقتها أداء، وصلى المغرب في وقتها أداء، وصلى العشاء في وقتها أداء، أو عليه العصر والمغرب والعشاء وصلى هذه الصلوات مجموعين قضاء، حيث الأداء شيء والقضاء شيء آخر. كان صلاها قضاء راه وقتها خارج الخطا العشاء، كان صلاها أداء راه وقتها خرج. العصر ملي غبرت الشمس خرج وقتها. المغرب ملي غاب الشفق الأحمر خرج وقتها. العشاء باقي عدو الليل كامل. نعم. غير واضح. نعم. يجازيكم بخير. نتحول إلى سؤال آخر، سؤال صوتي. مرحبا. السلام عليكم، معكم أحمد. أريد أن أسأل: يجوز الصلاة الفجر بعد الصبح إذا لم تدركها، إذا وجدت صلاة الصبح قاموا الصلاة ولم تصلي غدا الفجر، يجوز صلاتها بعد صلاة الصبح؟ جزاكم الله خير. تسمع الجواب إن شاء الله. أستاذ السؤال ديالي: إذا دخل الإنسان المسجد ولقى إقامة صلاة الصبح ومازال ما صلاش ركعتين ديال الرغيبة ديال الفجر، شنو يعمل في هذه الحالة هذه؟ هذا السيد إما يصليها في الساحة ديال المسجد ويزرب باش يدخل، أو يخليها حتى تطلع
الشمس ويجي وقت جواز النافلة ويقضي الفجر. علاش؟ غادي يلقى النص القائل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. هذيك رغيبة. إذا هنا الصبح المكتوبة أقيمت. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما يبداش شي صلاة أخرى إلا ديك اللي تقامت وناضت لها الجماعة. نعم. ومن أجلها جات الجماعة. أما ديك اللي كتفعل انفرادا يخليها حتى تطلع الشمس ويقضيها. علاش؟ لأن الناس كي يشوفوا واحد سيد صلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صلاش الفجر وناض ودار ركعتين ديال الفجر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الصبح 4، الصبح 4 بمعنى أي تصلي الصبح 4 ركعات. يعني هذا بعد ما صلات الصبح شنو بقى هذيك الساعة؟ مبقاش النافلة، بقى سجود تلاوة. بالنسبة للناس ديالنا بعد كنصليو الصبح وكنديروا المعقبات بعد الصلاة والاستغفار والهيللة والدعاء ونختموا بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنشرعوا في قراءة الحزب. نعم. حزب الصباح كيقولوا ليه، وتارة كتكون فيها سجدة. احنا لأن كنصليو الصبح في وقتها ووقتها طويل قبل طلوع الشمس، كنسجدوا سجود تلاوة. نعم. وأما الفجر كنخليوه حتى الوقت الضحى، يعني ملي ما يبقاش في الشمس واحد شعاع ويصلي حتى الأذان ديال الظهر، كما قال سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله: فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. إذا بالنسبة للأستاذ إذا دخل الإنسان ولقاهم كيقيموا الصلاة، كاين جوج الاختيارات من خلال كلامكم. كاين أنه يصلي مثلا يخلي الجماعة ويصلي بوحده وبشكل سريع شي شوية، يصلي خارج الساحة ديال المسجد. إذا كان الجامع خاوي أستاذ، مثلا جامع كبير، لأن الحمد لله عندنا مساجد كبيرة، باش يخرج من الجامع، باش ما يكونش ابتدأ صلاة مع الإقامة، باش ما يتعرضش للنهي. خصو يصلي خارج الجامع. نعم. يصلي الفجر ديالو بشوية بشكل سريع ويلتحق بالإمام. غادي يدير حتى الرغيبة هذه يا سيدي كي دايرها، راها فيها قول بأنها تقرأ فيها الفاتحة فقط، يعني ما يديرش السورة، ما يديرش قل يا أيها الكافرون، ما يديرش قل هو الله أحد. علاش؟ أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ملي كي يصلي ركعتي الرغيبة كأنه ما صلاها، انه كان يقرا فيها الفاتحه فقط، اللي خفيفه. اذا كاين هذا الاختيار هذا، وكاين الاختيار الثاني هو انه يدخل مع الجماعه في الصلاه ديال الصبح وما يصليش بعد السلام، ما يصليش ديك الساعات الرغيبه ديال الفجر. لا. ينتظر حتى تشرق الشمس، تضوى الشمس. حين الشروق كيكون الشعاع بزاف، وملي ما يبقاش الشعاع ديال الشمس وتبان ويتضح كل شيء ويبدا داك الندى اللي كان في الارض كيطير. نعم. هاك الساعه حلنا في لاسيدي. نعم. بارك الله فيكم. تحولوا سؤال اخر مرة أخرى إلى كنحاولوا نديروا أستاذ نوعوا، مرة يكون سؤال صوتي، مرة سؤال مكتوب. السي عبد الرحمن من إقليم الحاجب يقول: هل يستوجب خروج الريح الاستنجاء؟ حيث سمعت بعض العلماء يجيزون الوضوء دون استنجاء في حالة خروج الريح، فهل هذا صحيح؟ نعم، كل العلماء يقولون هذا بدون استثناء، بدون استثناء. علاش؟ لأن عندهم النص
سيدنا صلى الله عليه وسلم كيقول في معنى الحديث: من استنجى من الريح فليس منا. علاش؟ لأن الريح عبارة عن غاز فقط، نعم، لا أثر يبقى خلفه، ولهذا لا يستنجى بعده. ويقول الشيخ خليل: ولا يستنجى من ريحين. الريح ما فيش، نعم الوضوء يبطل بخروج الريح، يبطل، لا من نواقض الوضوء، خاصو يعاود الوضوء كامل إلا الاستنجاء اللي ما كيديروش. غادي يتوضا وضوء، لأن ذاك الوضوء اللي كان عنده مشى ما بقاش. والريح من نواقض الوضوء. نعم. والمغاربة كلهم رجال ونساء كيعرفوا نواقض الوضوء: بول وريح. نعم. هذا من المتفق عليه عند المغاربة. نعم. حين كل شيء كيسمعوا المنظومة ديال سيدي عبد الواحد بن عاشير، حنا ذاك اللي هو كتكون وراه باقية في الاستنجاء. اشنا هو البول؟ علاش؟ لأنه كيبقى منه بقية في الخارج، لا بد من غسلها، وهو الاستنجاء أو الاستجمار. كذلك الغائط ففيه بقية، لا بد من بعده إما الاستنجاء أو الاستجمار. إلا الريح فهو لا استجمار بعده، ولكن لا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء من بعده، لأنه ناقض من نواقض الوضوء. ناقض من نواقض الوضوء. هذا هو هذا المتوضي اللي وقع له هذا. والإنسان إنسان بطبعه. نعم. الإنسان إنسان بطبعه. نعم. والشرع جاء ليساعد الناس. نعم. لأن الشرع جاء باش يخفف على الناس. نعم. وباش يعلم الناس. احنا مهما يوقع هذا لأنه بسببه يستخلف الإمام. نعم. إذا أحدث أو يبقى الإنسان مسجون في الصف إذا أحدث. نعم. بالريح فقط. هذا يعني هو ناقض من نواقض الوضوء، ولكن إذا حصل ما نستنجيوش ليه، إنما ندوزو مباشرة نبداو الوضوء ديالنا بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق. نعم. وغسل الوجه 3 مرات، واليدين اليمنى 3 مرات واليسرى 3 مرات، ورد مسح الرأس اللي هي فرض، واللي مغطيها راس سنة، ونمشيو الغسل الرجلين إلى الكعبين 3 المرات، لأنه فرض ولأنه محدد بالمرفقين والكعبين. بالنسبة لليدين والرجلين هذا هو الوضوء. نعم. الله يتقبل سيدي. الحمد لله واضح. ننتقل لسؤال آخر، سؤال صوتي هذه المرة. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. المهم الاسم ديالي حسنة من مدينة قلعة السرانة. بغيت نعرفك ونسولك، واش كانت في رمضان جاتني الدورة الشهرية، ودابا بغيت نردو جاتني كثير شوية ونقصحت على قد الحال، وفي حالة إلا ما بغيتش نرد الصوم اش يمكن لي ندير؟ في حالة بغيت نرد فيديا ولا شي حاجة اش يمكن لي ندير إلا ما بغيتش نصوم؟ تسمعين الجواب ان شاء الله. سمعتوا استاذ السؤال ديال السائله الكريمه، ترتبت عليها ايام ديال العاده الشهريه يعني في رمضان، ولما بغات تقضي لقات شويه ديال الصعوبه. في حاله ما انها ما قدراتش، هي في حاله مثلا ما بغيتش انني نقضي بالصوم، واش كاين مثلا الفديه تكفي ولا شنو اللي يدار هنا؟ شكرا لهذه السائله. هي من اللي وقع لي هذا وجاتها الدورة الشهرية، العادة المعلومة عند النساء. نعم. وفترة أيام من رمضان تشوف راسها فيما يستقبل إذا قدرت على القضاء. نعم. فبها ونعمت. وإن استمر بها المرض ولم تستطيع حتى قرب رمضان. نعم. ومن اللي يقرب رمضان ممكن لها
تفدي إذا غلبها المرض. أما ما دامت ترجو الشفاء والعافية، ونرجوه للناس أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. لأن الصوم كل ما توحد ما يتراخى فيه رجال ونساء. علاش؟ لأن خدمة مع الله، لأن رمضان الصيام هو لله. نعم. الصلاة ديالتنا، الزكاة ديالتنا، الحج ديالنا، ولكن راه خبرنا على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه في الحديث القدسي، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني عمل جليل ما يترخاش فيه الإنسان، عمل جليل, جليل. علاش؟ لأن بواسطته يتربى الخشوع، وهو دليل الخوف ودليل العبودية. علاش؟ لأن الإنسان من اللي يكون في بيته لا مانع له من الوقوع في الفطر إلا خوفه من الله. أكيد هذا. نعم. يعني هي علاش العلماء كيقولوا للناس قضي وحسن. علاش؟ لأن هو عمل بالجوارح، وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم. الصوم يعاون على الإنسان أنه يكون متقي الله ويكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى وما يخليش الشيطان يأثر فيه. أيه، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم، لأن ديك القوة اللي هي كتزاد بعد الأكل كتضعف مع الجوع. مع الجوع نعم. راه ربي ما كيكتبش واحد الحاجة على عباده اللي همش فيها مصالح، ماشي مصلحة واحدة، مصالح كثيرة، شفاء، تربية، تخلق، تعلق، خشوع، تعبد، يعني مجموعة من المصالح كما ذكرتم، وليست مصلحة واحدة. إذا ناخذوا الخلاصة ديال هذه السائلة دابا، هي ربما غير لقات شوية ديال الصعوبة في أنها تقضي ديك الأيام. واش كون أن الإنسان لقى صعوبة ينتقل للفدية، يخرج الفدية على الصوم، أو حتى يكون عنده شي مرض اللي هو دائم معاه؟ إلا كان المرض الذي لا يرجى شفاؤه، يعني اللي كنسميوه مرض مزمن. إن قدر الإنسان على الفدية يفدي، وإلا الله يسامح. لا يكلف يعني الفدية إلا ما كانش عنده راه ما وجبش عليه، هو ما مفرطش. غير هو الناس، السيدات والناس كاملين يقتدوا بأمنا عائشة رضي الله عنها. كانت إذا جاءت الدورة الشهرية في رمضان تؤخر قضاءه إلى شعبان السنة كاملة. علاش؟ كتكون في خدمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن سيدنا رسول الله كان كيكثر صيام شعبان. ملي كيبدا في الصيام في شعبان هي كتصوم دينها بجانبه رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا السائلة راها تقضي إلا إذا كان عندها مرض مزمن، آنذاك تنتقل الفدية. كل إنسان فقيه نفسه وطبيب نفسه، يشوف الوضعية والحالة الصحية ديالو، يشوف الحالة. إلى غلبوا الصوم ما يحارش الرخصة، إلى غلبوا الصوم يدوز للرخصة. إذا غلبوا الصوم أستاذ لينا ربما يقول لك كل واحد فينا راه شوية كيلقى صعوبة باش يصوم. واش إلا غلبوا الصوم بمرض ولا غير ما قديت شوية؟ ما قدش. علاش؟ السام اليوم ضعفت القوة ديال الناس منهارة شوية. نعم. ياك كاين قوة ناقصة صحيا، وكاينة قوة ناقصة يقينا، لأن المعرفة بالله كتجعل الإنسان كياخذ واحد الطاقة أخرى. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شوف التقوى كي دايره كتعاون، يجعل له من أمره يسرا. وشار قال ذلك أمر الله أنزله إليكم
عام هذا. نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر، سؤال مكتوب سيدة لطيفة من باريس، تقول: أمي تعيش معي في فرنسا وهي في 87 من عمرها، وقد أجرت عملية جراحية على ساقيها فلم تعد تقدر على السجود، فهل يجوز لها الصلاة جالسة؟ طيب، شكرا لهذه السائلة. وهذه السيدة التي بلغت هذا السن المتقدم، نعم، وعندها عذران في ساقيها، جعلت عملية جراحية على ساقيها، صارت لا تستطيع الجلوس. نعم، لأن فين الخلل؟ في الساقين، في الجلوس. نعم. ياك هذا الجلوس اش غادي يجي، اللي غادي يجي تحته، تحت هذا السؤال، سؤال آخر غادي يخرج منه. نعم، اسمه هي لا تستطيع الجلوس، وإن كانت لا تستطيع الجلوس فستصير لا تستطيع السجود على الجبهة. نعم، وهي هذا هو السؤال ديالي على السجود بالخصوص. لابد هذا مرتبط بهذا. علاش ما يفهم من سؤال، هو راه سؤال واقع على كيفية السجود. نعم، فهاد السيدة طبعا غدا تصلي جالسة ياك، لكن إذا كانت لا تستطيع السجود تصلي إيماء، والإيماء يكون الركوع أعلى من سجود، سجود يكون تحت الركوع. هذا ركوع، هذا الفوقاني، وهذا التحتاني سجود. أعطينا أستاذ مثال نشوفوا مثال عملي. نعم. مثلا الآن الإنسان كيصلي وهو جالس، يعني ما عندوش الإمكانية أنه يسجد، هو كيصلي جالس، كيفاش يكون الركوع وكيفاش يكون السجود؟ مثلا هكذا، هذا ركوع مثلا، هذا ركوع. سمع الله لمن حمده، يزيد يهبط شويه. علاش درنا واحد اعلى؟ هذا هو الفرق. باش نشوفوه بشكل عملي. الله يسر سبحانه، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا كل أمة خاصة تعلموا هذا. نعم، راه حتى في هذا ماشي غير المريض، راه كيوقع حتى الصحيح، هذا يكون مسافر ووصل لواحد الأرض كلها ماء، اييه، والوقت غادي يخرج مثلا، اييه، هو غادي يجلس تما يومين، غيجلس في ذاك المكان، طول ليه الايام باش تلقى ليه الرخصه. يعني ديك اليومين كله يصلي بهذه الوضعيه هذه، راه ما ضر لا ظهره ولا حتى شي حاجه يدير. حنا عاد غادي يتيمم إيماء باش ما يوسخش وجهه وحوايجه. يعني اذا ما موجودش الماء يتيمم غير هكاك، غير إيماء ما يوصلش الماء، غادي يتوسخ. ايوا الدين جا للطهاره، ما جاش للوسخ. تيسير الحمد لله، جا للرحمه، ما جاش للتشديد، جا للرحمه سيدي. نعم، مزيان. هذا صحيح. اش غادي يدير؟ غادي يتيمم إيماء ويصلي. يوم اللي يركع ويرفع غادي يدير السجود تحت الركوع باش ما يسجدش على الغيس. نعم. يوسخ. راه دين الطهاره ودين النظافه ودين العلم ودين الرقي، والفقهاء بينوا لنا كل شيء. شوف، الله يجازيهم بخير. فهمت؟ دين الرقي. الحمد لله. وغادي يصلي، ما غاديش نقول لي حاجه صباط هنا، هو السجود ما غيسجدش كيفاش؟ لا، غادي يصلي بكل شيء ليه صباط، لأن الضرورة حابسه من الأركان الأربعة. الله يفتح لك. هاد السجدة اللي تثبت لنا في هذه الفائدة، الله يشافيها ويعافيها. اللهم امين يا رب العالمين. إلا ما استطعتش سجود تصلي إيماء ودير الركوع أعلى من السجود كما بينتي لي. والله غفور رحيم سبحانه. الرخصة موجودة والرحمة موجودة،
ولكن الإنسان لأنه سعلي فاش يستعمل رخصة الله كيكون راضي بالحكم وكيكون قابل، والله كيخلصه أكثر لأنه كيستافد من الرخصة، لأن دياله وحده غيره ما عندوش. ولكن هو سواء توجد في أرض سبخة خضخان كلها ترهر كلها ماء ومشى عنده غارات تم، هو الحمد لله التيسير دايما موجود. بغيت واحد مساله استاذ ديال الناس اللي الله يشافيهم اللي مرض لا من الرجال ومن النساء اللي كيصليو، يعني دابا الا كان المشكل عندي غير في السجود انني ما نقدرش نسجد، واش هنا يعني مثلا قراءة الفاتحة والسورة واش نديرو مواقف، مثلا نوقف نبدا نصلي واقف ونركع لانني ما عنديش مشكل في الركوع، عندي مشكل غير في السجود، حتى نجي للسجود عاد نجلس على الكرسي، او يمكن لي نجلس من البدايه نجلس على الارض او نصلي ايماء ما نوقفش واخا انني قادر نوقف، لا يوقف. المشكل عندي غير في السجود. ملي يجلس السجود يجلس، يعني يبقى يقرا الفاتحه يكبر ويقرا الفاتحه والسوره والركوع، ولكن ملي يجي للسجود يجلس ويدير الإيماء. إذا أي سي إلا كان مثلا واحد سجد إلى سجد كيدوخ ولا داخ غادي يمشي ليه الوضوء، كتجي كتكون حاله ديال المرض الانسان الا هبط راسو بزاف راه الانسان يكون جزء من الحل وما يكون جزء من المشكله. نعم. الا هو سجد وداخل وبقى تم، لا الدين راه رحمه. الرحمه الحمد لله دائما كاين، الدين رحمه. نعم. لا هذا سيدي يجلس ويومل السجود ويرفع، جات المستطاع ما نقولوش له طول تيدوخ، اتقوا الله ما استطعتم. العباده علاش هذا القرآن. نعم. وسيدنا صلى الله عليه وسلم بينها بقوله لما قال ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمر كله بقدر الاستطاعة. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا طاقتها إلا ما تطيق العمل. هنا نعم. الطاقة هي القدرة على الأداء، هذا نعم دين الله واسع. نعم. يريد الله بكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تشوف الطهارة تكلم فيها وعود عليها الرخصة وبيجي الحكمة من الرخصة. نعم. لما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، شوف الحكمة، ولكن يريد ليطهركم، هذه أكبر حاجة. نعم. ولكن يريد ليطهركم من المادة والمعنى. نعم أستاذ بارك من الله فيك. الوسخ المادة. نعم. ومن الذنوب. الله يجازيكم خير. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله يوفقنا. ننتقل استاذ سؤال اخر هو قريب من هذا السؤال هذا ايضا، لان الامراض كثيره ونسال الله تبارك وتعالى يشفي جميع الله يشفي الجميع المشاهدين الكرام ومشاهدات الكريمات، الله يشفي الجميع يا رب. سؤال اخر صوتي قريب مما من السؤال الذي تناولناه، سؤال مكتوب نستمع اليه. السلام عليكم، الله يعطيك الستر عافاك. بغيت نسول، أنا مريضة بركابية وكنصلي جالسة فوق الكرسي وكندير واحد بتيطابل قدامي وتنحط فوقها المخدة وكنصلي، واش دايزة ولا ما دايزاش؟ الله يرحم الوالدين. تسمعين إن شاء الله الجواب. سمعتوا أستاذ السؤال واضح؟ تفضلوا. شكرا لهذه السائلة. هو الإنسان ملي عنده العناية بشرط خير. نعم. هي قالت لك مسكينة ضارينها ركابية. ايوا الركابي هما اللي هازي الجسم كامل. الله يقوي الرجلين راه كنمشيو بهم. ما تقول راه ينزل الركابيس. Yeah. ملي ما تلو يهزوش صافي كيحبطوا الانسان. نعم. ايوا ملي هاد السيده كتصلي ودايره وساده قدامها باش تسجد ايماء،
صلاة صحيحة الله يقبل، والله يشفي الجميع ويقبل من الجميع، والله يعوض المتقين بالأجور الكبيرة إن شاء الله. غير هذه القضية ديال الوسادة، لأنه شي مرة كيقول لك خصني ندير راسي الجبهة ديالي كأنني كنديرها على الأرض، إذا ما قداش مثلا وسادة وحدة كيدير جوج ولا هذه باش توصل، باش لما يدير سجود بحال هكا يوصل الجبهة ديالو لديك الوسادة، ما محتاجش. لا، ولا كان مثلا الله يحفظ كاين شلة مثلا إنسان فيه كسور نعم في ظهره، نعم واش نعم. إذا تكفي الإشارة والإيماء، يعني كما ذكرتوا لنا في السؤال السابق، يعني يدير الإنسان سيدي بعد ما يومي الأرض راه الإنسان ملي كيكون يعمل هو صحيح عنده واحد الأجر، وملي يعود يعمل ما يوصلش هو مريض راه نفس الأجر. الله يتقبل. نفس الأجر الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ما رخصش العباد نعم. وينقص لهم في الخلصة أبدا، لأنه رحيم. نعم رحيم، ومن رحمته وفق هذاك الإنسان من اللي أعطاه الرخصة وقال له ملي كنتي قادر هاك دير، ولكن ملي مشات القدرة على الوصول إلى هذا المكان ها هو، ولكن الرصيد راه هو الرصيد هو ما كيتغيرش. الحمد لله، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. احنا ما غاديش نوضوا نقدروا على الله الشيء اللي ما كلفناش به، ما ندخلوش في الشيء اللي بعيد علينا. نعم. ان التواب وذاك كل شيء والقبول والرد في يده هو. لا اله الا الله. احنا عندنا العمل كنديروا وخفى علينا عملنا، كيفاش نحكموا على عمل الناس باش تا واحد ما يقول لخوه انا راه نادري كبر من نادرك، هنا يقول لا كان حاصد، ولكن العمل ديال الاخره ما كيبانش حتى اللي باش كل شيء يبقى خيط على راس ماله لا يحرقه. كل شيء يعمل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله يرزقنا استاذ حسن الخاتمه. شكرا جزيلا لكم فضيله الاستاذ الفقيه العوني بن محمد الزاويه، اذكر انكم عضو بالمجلس العلمي المحلي بعماله صخيرات مالا، وان شاء الله نتلاقوا معك في حلقات اخرى ان شاء الله، دائما في هذا المحور المتعلق بفقه العباده.